السلام عليكم. النهارده هعمل لكم ورده من المناديل. دلوقتي هوريكم شكلها اول ما نخلص. شكلها يعني حلو جدا وان شاء الله تستفيدوا منها. ممكن تهدوها لاصحابكم او لمامتكم او لاي حد انتوا عايزينه. فكل اللي هحتاجه منديلين وقلم فلوماستر واستك ومطاطه وبنسة. يلا نبدا. قبل ما نبدا عايزه اقول لكم ان الورده دي هتبقى فيها خطوتين. الخطوه الاولى ان انا اعملها اصلا، والخطوه التانية ان ازينها. في التزيين هيبقى بالقلم الفلوماستر. ممكن ازين باللميع بس اللميع مش هيثبت قوي، فانا اخترت الفلوماستر. بس على فكره جربت باللميع قبل كده يعني برضو طلع شكله حلو. فيلا نبدا. اول حاجه هاخد المنديلين واحطهم على بعض كده، يبقوا فوق بعض بالظبط. بعد كده هاخد بعد ما حطيتهم كده فوق بعض هاخدهم واعملهم زي المروحه اللي هي دي كده كده، بعدين كده اللي هي اللي كنا بنعملها بالورق. بالطريقه دي خلاص خلصت، بقت بالشكل ده. دلوقتي هناخدها من النص ونطبقها على بعضها من الجهتين بالطريقه دي. ثواني، هعدلها الاول من النص عشان لما تطبق ما تبقاش يعني تبقى متطبقه صح. دلوقتي طبقتها بالطريقه دي. هاخد البنسة واحطها هنا كده. دلوقتي بقت كده. هبدأ افتحها عشان تبقى شبه الورد. كمان هفتحها من هنا عشان تبقى كأنها زي الورد. بعدين ابدأ اخليهم يندمجوا على بعض. بالطريقة دي كده. دلوقتي خلصت تصميم الوردة نفسه. دلوقتي هاخد المطاطة واحطها، اشيل البنسة واحطها واربطها هنا عشان ما تتفكش الورد. كده بقى شكلها كده. ناقص خطوة التزيين اللي هي الخطوة التانية. زي ما انا قلتلكوا في البداية اللي هنزينها بقلم الفلوماستر، فهبدأ اعمل كده. بس احاول ان المنديل ما يتقطعش. بالطريقة دي. ممكن بعد كده اجيب لميع بس انا ما عنديش لميع، فاحطه يعني فوقها بعد التزيين ده، او ممكن كمان احط لميع لوحده. بس زي ما قلتلكوا في الاول ان اللميع ما بيثبتش، فالافضل ان انتوا تستخدموا الفلوماستر. يعني اللميع لو انا حطيت لميع وحركت الوردة ممكن يقع او يتشال في اي وقت. كان نكون خلصنا الفيديو. عملتلكوا وردة بالمنديل، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها
ممكن تقدموها زي ما قلتلكوا في الاول لاي حد، لمامتكوا او لاصحابكوا او لاختكوا، لاي حد انتوا عايزين تقدموها له. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. ودلوقتي هيظهر لكم انستجرامي والفيسبوك بتاعي او صفحه الفيسبوك اللي انا عملتها، وما تنسوش تدخلوهم وتتابعوهم عشان نقدر نتواصل مع بعض. ومع السلامه.